بيبدأ الفيلم في مستعمرة من مستعمرات الفضاء واسمها ويلاندي وتاني، وبنعرف إن بقالهم سنين ما شافوش الشمس. بعدها بنشوف واحدة اسمها رين، وكانت بتحلم إنها قاعدة تحت الشمس، ولكنها بتصحى من النوم على صوت نداء في المستعمرة عشان يقوموا يبدأوا شغلهم. ولكن رين بتروح تقعد مع أخوها واللي اسمه أندي، وده كان إنسان آلي أبوها لقاه قبل ما يموت وصلحه وبرمجه إنه يحمي رين. عشان كده رين كانت بتعتبره زي أخوها، وبتاخده معاها وبتروح عند مكتب شؤون المستعمرة، وبتقدم طلب إنها خلصت كل شغلها، وإن بقالها كام سنة هنا وعايزة تاخد حريتها وتسافر لمستعمرة إفاجة اللي تقدر تشوف فيها الشمس. لكن الموظفة بتسألها عن أبوها وأمها، فبتقول لها إنهم ماتوا. فبتقول لها الموظفة إن طلبها مرفوض وإن لسه في مهمات مطلوبة منهم. لكن فجأة بتسمع صوت أندي، فبتروح تنقذه من العيال اللي بتضربه، وبتعمل له إعادة تشغيل. بعدها بيجيلها رسالة من تايلر أخو صاحبتها كاي، وبيقولوا لها إنهم عايزين يقابلوها ضروري. فبتاخد أندي وبتروح لهم، وهناك بتقابل صاحبتها كاي وأخوها تايلر، فبتسلم عليهم وعلى باقي أصحابها. فبيقولوا لها إنهم مش عايزين يقضوا باقي عمرهم هنا، وإن الشركة مش هتسمح لهم إنهم ياخدوا حريتهم أبدا. فبتقول لهم رين إن عشان يوصلوا لمستعمرة إيفاجا محتاجين وقود للسفينة بتاعتهم يكفيهم 9 سنين، وكمان محتاجين عدد كافي من حجرات النوم البارد. فبيقول لها تايلر إنهم تعقبوا سفينة مهجورة قريبة من المستعمرة بتاعتهم، وعرفوا إن فيها وقود يكفيهم يوصلوا لإيفاجا، وكمان فيها حجرات للنوم البارد. ودي كانت حجرات باردة بيدخلوها في أي سفرية طويلة، وبيفضلوا نايمين فيها نوم ثابت لسنين كتير لحد ما توصل السفينة للمستعمرة اللي رايحينها، لأن المسافات في الفضاء كانت كبيرة جدا. فبتقول لهم رين انتوا ازاي هتقتحموا سفينة من سفن ويلاندي وتاني، وكمان هتسرقوا المعدات بتاعتها. فبتقول لها كاي انهم لو ما عملوش كده دلوقتي حد تاني هيلاقي السفينة المهجورة دي وهيسرقها وهيهرب من هنا بدون تفكير. فبتستغرب رين وبتسألهم هما محتاجينها في ايه طالما هما واخدين قرارهم. فبيقول لها صديقهم بيورن انهم محتاجين اندي لانه اتصنع في ويلاندي وتاني، ومتبرمج على اللغة الأم للأجهزة اللي في السفينة، وإنه هيقدر يدخلهم ويخرجهم من السفينة من غير ما أجهزة الإنذار تشتغل. فبترفض رين وبتقول لهم إنها مش هتسمح لهم إنهم يستغلوا أخوها. فبيقول لها بيورن إن ده مش أخوها، وإنه مجرد خردة أبوها لقاها وصلحها. فبتتضايق رين من أسلوبه وبتمشي وبتسيبهم، لكن تايلر بيروح وراها وبيعتذر لها عن أسلوب بيورن، وبيقول لها إن ده الحل الوحيد عشان يشوفوا الشمس، وإنهم لو فضلوا هنا آخرتهم هتبقى زي العواجيز دول. فبتوافق رين على الخطة وبيجهزوا نفسهم عشان يمشوا من المستعمرة، وكانوا فرحانين إنهم أخيرا هياخدوا حريتهم. بعدها بيتحركوا بالسفينة بتاعتهم، وبتشوف رين ضوء الشمس لأول مرة في حياتها، وكلهم كانوا متحمسين للرحلة عشان أخيرا هيقدروا يحققوا حلمهم. وبعدها بشوية بيوصلوا للسفينة المهجورة، لكنهم بيتفاجئوا إنها مش سفينة، وإنها محطة فضائية كبيرة، لكنها كانت على وشك الاصطدام في الكويكبات الصغيرة اللي حواليها، وإنها تتحطم في خلال 36 ساعة. فبيحاول تايلر يطمنهم، وبيقول لهم إنه مش محتاج غير 30 دقيقة بس عشان يدخل ياخد الوقود ويخرج بسرعة قبل ما تتحطم السفينة. فبتروح رين لأندي وبتسأله إذا كان فعلا متأكد إنه عاوز يروح معاهم ولا لأ. فبيقول لها أندي إن أي حاجة في مصلحة رين هو هيعملها على طول، وإن مهمته الأساسية هي حماية رين. وفعلا بيروح مع تايلر وبيورن، وبيدخلوا المحطة وكانوا واخدين معاهم ماسح حراري، وبيلبسوا الأقنعة عشان الأكسجين جوه المحطة كان قليل. وبيقدر أندي يفتح بوابة المحطة بدون مشاكل لأنه كان عارف برمجة اللغة الأم للمحطة. وكانت رين قاعدة في السفينة بتاعتهم وشايفاهم عن طريق الكاميرا اللي كانت مع تايلر، وبيدخلوا من ممر ضيق جدا، وكانت مولدات الجاذبية شغالة أوتوماتيك، وكل كام دقيقة بتفصل ويحصل انعدام في الجاذبية وبعدها ترجع تشتغل تاني. ولكن تايلر بيقدر يشغل المحطة ومولدات الأكسجين، لكنه بيتفاجئ لما بيعرف إن الوقود اللي موجود في المحطة ما يكفيش غير ل3 سنين بس، والرحلة بتاعتهم محتاجة 9 سنين. فبتقول لهم رين خلاص ارجعوا وما نضيعوش وقت، لكن تايلر بيرفض إنه يستسلم، وبيشغل الماسح الحراري وبيقول لهم إن في وقود تاني في المحطة،
وبيروحوا يدوروا عليه. في نفس الوقت في السفينة بتتعب كاي أخت تايلر وبتجري على الحمام، فبتروح رين وراها عشان تطمن عليها، فبتقول لها كاي ما تقلقش لأنها حامل وإنها مبسوطة إن طفلها هيتولد في إفاجة وهيشوف الشمس. في نفس الوقت كانوا الشباب دخلوا جوه المحطة وبيسمعوا صوت آلي بيرحب بيهم وبيقول لهم إن المحطة الفضائية دي كانت مركز أبحاث خاص بشركة ويلاندي وتاني، وإن مهمتها تحسين دور الإنسان في الفضاء الخارجي. فبيتوتر بيورن بعد ما بيسمع الكلام ده، فبيهزر أندي معاه وبيقول له نكتة، لكن بيورن بيتعصب عليه وبيعامله بطريقة وحشة وبيقول له إنه مش عايز يسمع صوته تاني، وإن أحسن حاجة في الموضوع إنه مش هيجي معاهم إفاجة لأنهم ما بيسمحوش للكائنات اللي شبهه بالدخول، وإنهم بيسكنوا البشر بس. فبيتأثر أندي من كلامه وبيستغرب إن رين ما قالتلوش الموضوع ده، لكنه بيرد عليه وبيقول له عادي وإنه ما عندوش مشكلة وإن أهم حاجة عنده هي مصلحة رين. وبيكملوا بعدها طريقهم جوه المحطة وبيلاقي بيورن صاعق كهربا، فبياخده وبيهدد أندي بيه وبيقول له إنه هيكهربه، فبيمسكوا أندي جامد من إيده، فبيخبي يورن منه وبيقول له إنه كان بيهزر معاه، لكنه بيفهم إن أندي أنقذه من حفرة كبيرة وراه كان هيقع فيها. بعدها بيشوفوا نص إنسان آلي شبه أندي كان مرمي على الأرض، فبيخافوا كلهم، فبيقول لهم تايلر إن الوقود موجود في الأوضة اللي جنبهم وبيقول لهم يلا ناخده ونمشي من هنا بسرعة، وبيساعدهم أندي وبيفتح لهم باب الأوضة. وبيفضل تايلر ماشي لحد ما بيوصل لمعدات التبريد وبيلاقي فيها وقود كافي إنه يوصلهم لإفاجة، فبيطلب مساعدة بيورن عشان يطلع الوقود معاه، ولما جه يشد معاه صباعه اتجمد من شدة التبريد، وفجأة المكان بيتقفل عليهم وبيشتغل الإنذار، فبيحاولوا يفتحوا الباب لكنهم ما بيعرفوش، وبتقرر رين وصديقتها نيفارو إنهم يروحوا يساعدوهم، وفعلا بيوصلوا للمكان اللي كانوا محبوسين فيه، لكن رين بتقول إن لو أندي معرفش يفتح الباب يبقى استحالة إنهم يقدروا يفتحوه، فبتقرر إنها تاخد وحدة التشغيل من الإنسان الآلي اللي كان على الأرض وتحطها في جسم أندي عشان يقدر يفتح الباب. وقتها نيفارو بتلاقي جهاز أشعة سينية فبتاخده معاها، لكنها بتلاقي رين بتصرخ عشان الإنسان الآلي فاق ومسكها من إيديها، فبتشيل منه وحدة التشغيل. في نفس الوقت جوه الأوضة كان في عينات لكائنات غريبة بتتحرك، لكن محدش كان واخد باله منهم، وبتروح لهم رين وبتديهم وحدة التحكم عشان يشغلوها في أندي، فبيتخض تايلر لما بيلاقي أندي متثبت في مكانه بشكل غريب، لكن رين بتطمنه وبتقوله إنه بيعمل ريستارت وإنه هيشتغل تاني بعد كام دقيقة. في نفس الوقت بتخرج الكائنات دي وبتنزل في المية، وبيحس تايلر بواحد فيهم، فبيقول لبيورن يقف مكانه وما يتحركش، لكن فجأة واحد فيهم بيوقع بيورن، فبيقوم بسرعة وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل، وبينط واحد فيهم على وشه بس بيقدر بسرعة يبعده عنه، وبيروح تايلر يبص على أندي فبينط عليه واحد من الكائنات دي، فبيجي بيورن وبيكهرب الكائنات وبيضرب أي واحد منهم يقرب عليه، وقبل ما ينط واحد منهم على وش تايلر بيفوق أندي وبيمسكه بإيده، بس ملامحه كانت متغيرة وما كانش أندي اللي هم يعرفوه، وبيجروا بسرعة على الباب وبيقدر أندي إنه يفتحه، بس بيلاقوا الكائنات دي بتطاردهم وبتخرج وراهم من الباب، فبيجروا بسرعة وبيهربوا من المكان، لكن واحد من الكائنات دي بيلبس في وش نيفارو فبيجروا عليها عشان يلحقوها، لكن رين بتلاحظ إن الكائن بيخنقها فبتقول لهم يبعدوا عنها عشان كده هيموتها، فبيقول لهم أندي إنه مش هيموتها ولا حاجة وإنه بس بيديها الأكسجين اللازم بس مش عارف إيه السبب، وبيستغرب إنهم بيندهوا عليه باسم أندي، فبتجري رين عليه عشان تشيل منه وحدة التشغيل الجديدة، لكنه بيمنعها وبيقول لها إنه بقى نسخة أحدث من أندي، ولما بيلاقي بيورن هيكهرب الكائن ده بيمنعه وبيقوله إنه كده هيتسبب في موتها، وبيقول لهم إن الإنسان الآلي اللي زيه ده ممكن يساعدهم ويفهمهم حكاية الوحوش دي إيه، فبياخدوا الإنسان الآلي وبيوصلوه بالأجهزة، فبيشتغل وبيقول لهم إن اسمه روك وإنه لازم ينجز مهمته، فبيقول له أندي إن مهمته فشلت،
وبيسألوه عن الوحش ده ايه وازاي يقدروا يساعدوا نيفارو، فبيقول لهم انهم مش هيقدروا يساعدوها وانهم لازم يهربوا بسرعة من هنا، لان الكائن ده هيزرع فيها طفيل صغير وفي وقت قليل هيتغذى عليها ويخرج منها وحش تاني. وبيشاور لهم على شكل الوحش اللي هيخرج منها، فبيتصدموا من منظره، وبيقول لهم روك ان الوحش ده خطير وان السفينة بتاعتهم عملت اتصال مع المخلوق ده من سنين فاتت، وإن من حوالي 170 يوم قدروا إنهم يوصلوا للمخلوق ده ودخلوه جوا السفينة بتاعتهم وكانوا فاكرينه ميت، لكن طلع عايش وهو اللي قتل كل طاقم السفينة، وإن اسمه زينو مورغ، وإن الدم بتاعه عبارة عن حمض قوي لما بينزل على أي حاجة حتى لو حديد بيسيحها على طول. فبتقول لهم رين تعالوا نستخدم الوقود البارد ونرشه على ديله عشان نجمده، يمكن ساعتها نقدر نشيله من على وشها. وفعلا بتنجح الطريقة دي وبيخرج الكائن ده منها، لكن أندي بيقول لهم إن احتمال كبير يكون خرج منها عشان خلص مهمته وزرع فيها الطفيل مش عشان الوقود البارد ولا حاجة. فبيتصدموا كلهم وبيكونوا خايفين. بعدها بيقول لروك الأندي إنه يسمعه كويس، وبيقول له إن البشر هيودوهم في داهية بسبب عواطفهم، وعشان كده هو بيأمره إنه ينجز مهمة الشركة الأساسية وما يسمحش للبنت دي إنها تخرج من هنا وتركب السفينة. فبيروح أندي عند الباب وبيقول لهم إنها مش هتطلع من هنا وإنه بيعمل كده عشان مصلحتهم كلهم، لكن بيورن بيتعصب عليه وبيضربه بالصاعق وبياخد نيفارو وبيجري بسرعة. وبتجري رين على أندي وبتعمل له ريستارت من تاني، بيعتذر لها وبيطلب منها تسامحه لأنه كان عبء عليها الفترة اللي فاتت، وإن دلوقتي يجي الوقت اللي يقدر يساعدها فيه. وبيقوم وبيجري بسرعة على بيورن وبيحاول يمسك الباب قبل ما بيورن يقفله، بس ما بيقدرش يمنعه. وبيقدر بيورن يدخل السفينة بتاعتهم ويقفل الباب عليه هو ونيفارو، وبيقول لها تتحرك بسرعة. وفعلا بتتحرك نيفارو بالسفينة، وبيرجع أندي تاني بسرعة للمحطة المهجورة وبيقول لهم إنه ما قدرش يوقفهم. فبيتضايق تايلر جدا لأن بيورن تخلى عنهم وسابهم ومشي. في نفس الوقت في السفينة بتصحى كاي من النوم وبتلاقي نيفارو تعبانة، ولما بتحط عليها جهاز الأشعة بتشوف حاجة غريبة بتتحرك جوه جسمها، وكانت بتكسر في عظمها وعايزة تخرج، وبتقع على الأرض وهي بتتشنج، وغصب عنها بتشغل السفينة وبتتحرك بيهم. وفجأة بيخرج من جسمها مخلوق غريب وبتتصدم السفينة بالمحطة. ولما بيوصل بيورن عندهم بيشوف نيفارو وقع على الأرض وبيشوف الكائن وهو خارج من جسمها، بس بتصطدم السفينة مرة تانية وبيقع بيورن على تحت. وتايلر ورين بيشوفوا السفينة بس مش عارفين ايه اللي بيحصل جوه، ولما بيحاولوا يتواصلوا مع أصحابهم هناك محدش بيرد عليهم، وبيعرفوا إن سفينتهم اتخبطت في الجزء التاني من المحطة، فبيقرروا يروحوا ينقذوهم. بس بيسمعوا صوت آلي بينبههم إن هيحصل اصطدام للمحطة بعد 45 دقيقة. وبيروح أندي لروك وبيقول له إن سمع صوته كأنه بينده عليه، فبيقول له أيوة فعلا أنا ندهت عليك عشان أقولك إنك دلوقتي عندك هدف واحد بس وهو إنك تنجز المهمة بتاعتنا. ساعتها أندي بيحس إن مخه عمل ايرور ولكنه بيوافق على طلب روك. بعدها بيروح لرين وتايلر وبيقول لهم إن الكائنات دي بتعرف مكانهم عن طريق الصوت ودرجة حرارة جسمهم، وإن الطريقة الوحيدة اللي يقدروا يعدوا منها من غير ما يحسوا بيهم إنهم يغيروا درجة حرارة المختبر بنفس درجة حرارة جسمهم. وفعلا بيفضلوا قاعدين لحد ما درجة الحرارة تتظبط. وقتها بيعتذر تايلر لرين وبيقول لها إن هو السبب في كل اللي حصل، لكن رين بتقول له أنت ملكش ذنب وده كله حصل غصب عنك. ولما أندي ظبط درجة حرارة المختبر قال لهم إنهم يقدروا يدخلوا دلوقتي بس يحاولوا ما يخافوش أو يتكلموا عشان الكائنات ما تحسش بيهم. وفعلا بيفتحوا المختبر وبيدخلوا في هدوء. في نفس الوقت في السفينة بتفوق كاي وبتنزل على تحت وبتفضل ماشية بهدوء لحد ما بتشوف الوحش وكان في مادة لزجة بتنزل منه، فبتخاف وبترجع لورا، لكن بيورن بيمسكها وبيقول لها ما تتحركش، وبياخد الصاعق وبيقارب الوحش. بس لما بيخرج الصاعق منه بيلاقيه ساح، وبيستغرب لما بيشوف الدم بتاع الوحش وهو بيسيح الحديد، فبيحاول يهرب منه، لكن الوحش بيضربه وبيقع على الأرض وجسمه بيسيح من الدم اللي بينزل من الوحش. فبتتصدم كاي لما بتشوف بيورن وهو بيموت قدام عينيها، فبتجري على البوابة وبتحاول تفتحها، وبتتواصل مع أخوها تايلر وبتطلب منه ينقذها.
لكن المشكلة إن تايلر كان لسه في المختبر، فبيرد عليها بصوت واطي وبيقول لها تدور على المفتاح بسرعة. وهنا بدأت الكائنات تحس بيه. بعدها كاي بتلاقي المفتاح، لكن الوحش كان قدر يخرج من مكانه، فبتشوفه كاي وبتجري منه وهي مرعوبة، لكنها بتقع على تحت. فبيسمع تايلر صوتها وهي بتصرخ، فبيعيط عليها. وقتها بتحس بيهم الكائنات وبتجري وراهم، فبياخدوا بعضهم وبيجروا بسرعة من المختبر، وبيقدروا يقفلوا عليهم بسرعة قبل فوات الأوان. لكن رين كانت متضايقة من أندي وبتقوله أنت كنت هتقفل على تايلر، فبيرد عليها بطريقة جافة وبيقول لها بس ما قفلتش عليه. فبتنصدم رين من رده ومن تصرفاته، ومكانتش فاهمة هو بيتصرف كده ليه. وبيعرفوا إنه فاضل 30 دقيقة على الاصطدام، وبيكملوا في طريقهم عشان يخرجوا من المحطة. في نفس الوقت كاي بتقوم وهي حاسة بحركة غريبة ببطنها، وبتيجي على نفسها وبتحاول تهرب بسرعة، لكنها بتسمع صوت الوحش فبتستخبى منه وهي مرعوبة. ولما بتشوفه وهو خارج بتتحرك من مكانها بسرعة وبتحاول تخرج من السفينة، بس الباب ما بيفتحش وإنذار الطوارئ بيشتغل. لكن تايلر ورين كانوا وصلوا لها، فبيطلب تايلر من أندي إنه يفتح الباب بسرعة. لكن أندي لما شاف الوحش جوه مع كاي حس بالخطر وبيرفض يفتح الباب عشان الوحش ما يقتلهمش كلهم. فبيفضلوا يترجوه ويتحايلوا عليه، لكنه كان مصمم على اللي في دماغه. بعدها بيهجم الوحش على كاي، فبينهار تايلر من الحزن على أخته، وبتتصدم رين من أندي وبتضربه بالقلم. وبيفضلوا قاعدين مصدومين ومش قادرين يتحركوا. ولما رين بتسأل أندي وبتقوله انت ايه مهمتك، فبيقول لها حماية الشركة من أي خطر. فبتفهم إن ده مش أنجي اللي اتربى معاها، وإنه واحد تاني غير اللي تعرفه. وبيقول لهم أندي إنه مش وقت عواطف، وإنهم لازم يتحركوا حالا لو عايزين يعيشوا. وفعلا بيقوموا يتحركوا من المكان. لكن رين كانت لسه مصدومة من أندي ومن تصرفاته، وبيقول لهم أندي إنه لازم الأول ينهي المهمة اللي روك كلفه بيها، بعدها يقدروا يتحركوا بالسفينة بتاعتهم بإفاجة. وبعدها بيوصلوا للمختبر اللي في الجزء التاني من المحطة، وهناك بيشوفوا مادة غريبة تم تصنيعها في المحطة. وقتها بيظهر روك في الشاشة وبيقول لهم إن المستعمرات بتاعتهم هتموت، وإن في أمراض جديدة بتظهر، وإن البشر مش ملائمين لاستعمار الفضاء، وإن المحطة دي كانت خاصة بالآليين اللي زي روك وأندي، وإنهم قدروا ياخدوا الحمض من جسم الزينومورف وعملوا منه سائل علاجي وجربوه على الفئران ونجح. وإن مهمة أندي دلوقتي إنه ياخد السائل ده ويوصله للمستعمرة بتاعتهم عشان تبقى أقوى من الأول. وقبل ما يخرجوا من المختبر رين بتقول لهم إن الوحش بره، فبيديهم أندي سلاح وبيقول لهم يحاولوا ما يقتلوش الوحش بالأسلحة دي، ولكن يهددوه بس مش أكتر، عشان الدم بتاعه عبارة عن حمض وممكن يقتلهم كلهم. بعدها الفار اللي اتحقن بالسائل بيخرج من جسمه مخلوق صغير، وده معناه إن السائل منجحش ولا حاجة، بس هما كانوا خرجوا من المختبر وما خدوش بالهم من اللي حصل. وبياخدهم أندي على ممر طويل وبيقول لهم إن في آخر الممر ده في أسانسير هيطلعهم على السفينة على طول. لكن فجأة أندي بيشغل النور وبيشوف كل الناس اللي الوحش أخدهم وكان معلقهم في العش بتاعه، فبتترعب رين وبتفكر تشوف طريق تاني. لكن تايلر بيسمع صوت أخته كاي، فبيجري يدور عليها لحد ما بيلاقيها وبيخرجها بسرعة هو ورين من عش الوحش، وكانت لسه عايشة. وبعدها تايلر بيتحايل على أندي عشان يتصرف ويعالجها، فبيديله أندي السائل بتاع الوحش وبيقوله إن ده الحل الوحيد. وقبل ما تايلر يحقنها بيه، رين بتقوله يستنى شوية لأنها مش واثقة في السائل ده، وإن الأفضل يرجعوا بيه على السفينة ويدخلوها حجرة النوم البارد. وفعلا تايلر بيقتنع بكلامها وبياخدوا كاي وبيروحوا ناحية الأسانسير. لكن هناك تايلر بيشوف الوحش، فبيضطر يضحي بنفسه عشان ينقذ رين وكاي. وبتنهار رين وكاي لما بيشوفوا الوحش خد تايلر وطلع بيه لفوق، ووحش تاني بينزل وبيضرب أندي. فرين بتاخد كاي وبيدخلوا الأسانسير بسرعة قبل ما تهاجمهم باقي الوحوش، وبتقول لكاي تروح السفينة وتدخل حجرة النوم البارد، وبتسيبها رين وبترجع تاني بسرعة لأندي. في نفس الوقت بتحس كاي بالألم في بطنها وبتخاف على طفلها، فبتحقن نفسها بالسائل. وهناك في المحطة ريم بتخرج وحدة التحكم من أندي وبتعمل له إعادة تشغيل، وبعد ما بيفوق بيكون فاضل 10 دقايق بس والمحطة كلها تتدمر. وبتشوف الوحوش جايين عليهم، فبتهددهم بالسلاح وبتجري منهم. ولما بتوصل للمختبر بتطلب من روك يساعدهم ويفتح لهم الباب، لكنه بيرفض وبيقول لها انه كده هيعرض السفينة للخطر.
فبتقرر رين إنها تشغل مولدات الجاذبية، وبتفضل تضرب في الوحوش بالسلاح اللي معاها، وبتحاول هي وأندي يبعدوا عن الحمض بتاعهم. وبتستغل رين انعدام الجاذبية وبتحاول توصل للأسانسير، لكنها بتتخبط وبيقع السلاح منهم، وبتشتغل الجاذبية تاني وما بتلحقش تمسك في ايد أندي وبتقع على تحت. وكان الأسانسير هيقع عليها، لكن أندي بيمسكه بإيده عشان ينقذها، بس الوحش بيمسكها قبل ما تنزل وبيحاول يخلص عليها، فبيسيب أندي الأسانسير عشان ينزل على الوحش. وبتحاول رين تمسك في السلم، لكن الوحش بيهجم عليها تاني، بس أندي بينزل عليه وبيضربه بالسلاح. وبسرعة بيرجعوا على السفينة بتاعتهم وبيتحركوا بيها من المحطة، وهم بيتفرجوا على المحطة وهي بتنهار. بعدها رين بتدخل كاي في حجرة النوم البارد، ولما بتخرج بتلاقي روك بيقول لأندي إنه فخور بيه، فبتروح رين تفصل التيار الآلي وبتقوله إنها توجه السفينة الإفاجة. لكن بعدها بيشتغل الإنذار في حجرة النوم البارد بتاعة كاي، ولما رين بتفتحها بتنصدم لما بتشوف بطنها كبرت، وبتفضل كاي تصرخ لحد ما بتولد وحش. فبتعرف رين إنها حقنت نفسها بالسائل، فبتاخد الوحش بسرعة وبترميه بعيد، لكنها بتتخض لما بتلاقيه في هيئة إنسان. ولما بترجع تدور عليه تاني بتلاقيه اختفى، وبتشوف آثار رجله في الأرض. وقتها كان أندي شايف كاي واقع على الأرض وفي مادة غريبة في جسمها، وفجأة بيظهر وحش في صورة إنسان وبيضرب أندي وبيقتل كاي. وبتجري رين بسرعة وبتشوف أندي وكاي واقعين على الأرض، وبتتخض من شكل الوحش لكنه بيحس بيها وبيضربها قبل ما تضربه. فبتجري منه رين وبتروح تلبس بدلة فضاء، ولما بتشوفه بيحاول يوصل لها بتنزل بسرعة على تحت عشان تعمل إطلاق يدوي للحمولة، وبتربط نفسها عشان تقدر تطلع تاني للسفينة. وبيقرب منها الوحش وكان شكله مخيف جدا، وبتستغل رين الفرصة وبترمي السائل بتاعه على الأرض، فبيسيح الجزء اللي كانوا واقفين عليه وبيقعوا هما الاتنين على تحت. بس رين كانت متعلقة في الحبل، ولحسن حظها الرافعة بتشتغل وبتقع الحمولة على الوحش. بعدها بترجع رين على السفينة وبتحط أندي في حجرة النوم البارد عشان تعالجه لما توصل إفاجة، وبتسجل قبل ما تدخل هي كمان في الحجرة، وبتقول إنها وجهت السفينة الإفاجة وإنها هتواجه أي مشكلة هتقابلها مهما كانت هي إيه. بس يا صديقي، وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك لقناة كبسولة أفلام عشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري في عالم الأفلام. وما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات. أشوفكم الملخص الجاي. سلام.